الحسن. تخيل يونس فهمتي فوزينيا حابس شي ملعب اكس، ما بغيتش نعطي شي اسم باش ما يتقلقوش عليا الجماهير، ولكن او موان الحمد لله عندنا مولاي عبد الله مولاي الحسن ما يبقاوش يتماركاو البيوت المدينه، ما يبقاوش يتماركاو البيوت. هو غيكون دوبلور ديال محمدي. هذه برومييرمون. دوزيامون بعيدا عن القيمه المضافه في كوتي تكنيك، فهي امر تسويقي بحال اللي كنا شفنا مثلا رونالدو الوداد، فكانت بعيده كل البعد. كل ما هو صحفي على كل ما هو حقيقي بانتداب الوداد لرونالدو في كاس العالم للانديه. لا ميم شوز شفنا مع بزاف ديال اللاعبين، ولكن الامر كيبقى تسويقي. فالامر ديال رونالدو في الوداد راه درجه شفنا ثنائيات كيتباعوا ديال الوداد فيهم رونالدو. وي فكان سيمانه واحده كان لاباج ديال الوداد في وسائل التواصل الاجتماعي، فكانت زادت في سيمانه واحده 500,000. هادشي لا يخلي على ان امر تسويقي غادي يكون سيرتو على كنشوفوا. منير يقدر يمشي، كاينه امكانيه ديال الذهاب ديال منير المحمدي. انا كي قلت لك، انا بعيدا عن القيمه المضافه في التيران، فهو الامر التسويقي. بيان سور شي تبقى اشاعه مزيانه، نهضرت بركان مزيانه البطوله الاحترافيه. هو كنا كنتمنى نهار تخرج هذه الاشاعه يجيو يلقاو البطوله مقاده على ذوك الامور اللي دوينا عليهم. والله راه ما يمكنش حنا كنمشيو لاخر حاجه وكنقولوا التسويق واش فهمتي. فوالا بروغراماسيون. لا بروغراماسيون كنقول لك المشكل اللي كاين بحال داك ليكزومبل اللي عطيتيني ديال الوداد العام اللي فات. فهمتيني زعما الرئيس ديال الوداد السابق، احتراماتنا ليه بيان سور، ولكن ما عرفتش واش تخيلها ضربت معلم. زعما راه خرجت الاشاعه ديال كريستيانو زعما غيجي للواك وكذا، والجمهور مالوريزمون حتى هو كنعرفوا باللي الجمهور عزيز عليه الانتدابات باش نكونوا واقعيين. صافي انتدابات هذه التلفازه، مي مالوريزمون رياضيا راه الامور كانت ما مزياناش على الوداد. داكشي علاش غنمشيو باش ندويو على الوداد الرياضي. والسيزون الجايه اكثر نادي جبونس اللي حتى واحد ما عارف الوجه اللي ممكن يظهر به، باش نكونوا واقعيين. حتى واحد ما عارف كي غتكون الوداد الموسم الجاي، ما بين المتفائلين اللي كيقولوا طوشاك جديد وهادشي هذا راه ما كاينش. باش نكونوا واقعيين طوشاك واحد اللي كان لا ما انا كندوي ماشي على الاسم، كندوي حتى على يعني القيمه المضافه، ماشي القيمه ولكن الستاتيو ديال الوداد حاليا. الامور كتختلف كثيرا على المستوى الاداري وعلى المستوى الرياضي، وانا غنعطي بعض المعطيات. المشكل اليوم اللي كاين في الوداد هو انه باقي ما بغاوش الناس يفهموا باللي راه في مرحله بحال هذه بالضبط هي فاش خاصهم يحاولوا يفصلوا ما بين ما هو رياضي وما هو اداري. ما بغاوش يفهموها، ما عرفتش علاش، سينو يقدروا يكونوا فهموها ما بغاوش يطبقوها. انا عارف الامور كيفاش كتمشى بحال سميتو. انا نعاود نقولها، كنتكلم بخلال المعطيات زعما من داخل الوداد. ما كنقولش بلي الامور سلبيه، المكتب الحالي خدام على بزاف ديال الملفات. الانتدابات هما اهم حاجه انه المكتب فاهم، هذا المكتب هذا فاهم باللي الوداد ماديا ما تقدرش تغامر بزاف. دونك حتى الانتدابات كيداروا بطريقه عقلانيه، ولكن الميساج اللي غندوزو وما بغيتش نعاود نرجع عليه هو انه عافاكم الوداد يبقاو يدويو على الناس اللي خدامين في الوداد. الوداد الا كانت باغا شي لعاب من شي فريق اخر ما يبقاوش يتواصلوا ناس اللي ما عندهمش علاقه باتاتا لا بالكلوب لا بكره القدم لا بالتسيير في كره القدم. وي باش نكونوا واقعيين، وانت عرفتيني علاش كندوي. دونك هذه المغرب كلشي اجون. لا ماشي تا اجون. ما بغاش نعطي لي ديتاي، ما بغاش نعطي لي ديتاي مي هذا زعما ميساج موجه للناس اللي كيسيروا في الوداد. هادشي هذا زعما كيخرج في حيط بالدارجه، واخا ما كنبغيش ندوي بهذا الديسكور، مي بصح هادشي هذا خصو يتسمع. دونك هادشي اللي كاين. دونك نجيو دابا نناقشوا المساله. واحده من الامور اللي دارتها الوداد واللي دارها المكتب ديال الوداد هو تعيين ديال صلاح الدين السعيدي منسق رياضي للفريق. يونس غنسولك، انا عارف علاش صلاح ما تعينش زعما ديريكتور سبورتيف وتعين منسق، ولكن السؤال اللي عندي هو واش البروفيل ديالو ساسون كو هو اللي عارف انا اكس جوور ابري التجارب اللي راكم كامله كانت تقريبا من معنا قريب من المحيط ديال الوداد. واش غا هذا الستاتيو هذا كافي باش يدير هاد الطاش هذه في هاد السيتوياسيون اللي كتعيشها الوداد اكطويلمون؟ اشوف شنو تيدخل لي غيعطيو. انا بالنسبه لي والله ما تيهم السيد، انا عارفو ويبغي يخدم الوداد، مي
ملي ما كتعطيش حيت ديريكتور سبورتيف ولا ديريكتور تكنيك عنده واحد الحموله ديال انه انت كتحكم يور ذا باس. ملي كتكون جبتي شي حد وميم طون جايب مدرب سيرتو الا كان اترونجي تو باس واحد لو بتي ميساج ديال نتوما راه يا اما كتخدموا مع بعضياتكم وكديسيديو مع بعضياتكم، يا اما راه المدرب بوحدو والمنسق ديال الفريق راه كيمشي كيدير داك لا كورديناسيون، كيمشي كيدوي معاه هو بحال كيدوز الميساج ما بين شنو كيدار في اون فيت في كاع لي زاج اللي كاينين من لي سبور وانت هابط، وشنو كيدار في الفريق الاول باش انه يقدر او موان يوصل له ميساج. دونك بالنسبه لي انا اصلا ما كديرش ملي ما كتعطيش ديريكتور سبورتيف راك خدام بهذه الحموله. يقدر يكون فيها بزاف ديال الحوايج اللي انا شخصيا ما عارفهمش، فيها الاكسبيريونس انت اصلا انسينيوتيها، فيها الاكسبيريونس، فيها فين خدمتي قبل، فيها بزاف ديال الحوايج، ولكن كتبقى انه تخلي السعيدي في المحيط ديال الفريق شي حاجه اللي مزيانه. على الاقل الا كنتي تايق في ليتيك ديالو كتاكد بانه ما غيكونش، ما نقولها بهذا المصطلح، ما غيكونش تصمصير اكثر من القياس في اللعابه، وسيرتو بالنسبه لي انا في الصغار، لان في الكبار كتبان الجمهور كيشوف، بينما في الصغار ما كتشوفش. يقدر اللعابه ديالك يقدر يكون عندك اون بون جينيراسيون في U16 ولا في U18 ولا في شي حاجه، راه شحال مره فقعات شحال من فريق كتلقى جينيراسيون كامله غبرات حتى واحد ما تسنى لها، حتى لعاب ما تسنى. وانا كخبير في هذا الشيء ديال الكريدي وفي الازمات الماليه بما انني مشجع ديال الرجاء هذيك كلمه تاريخيه كنتسنى يقول لي خبير في الكريدي، فهمتي يقول لي شي فهمتيني شي حاجه عندها علاقه بالخدمه واخا عارفه بعيده انا كمل اخويا يونس. نقدر نهضر لك، لا هو شوف خدمتي فينونسيرمون بارلون غنهضر معاك في الديتاي فين ما بغيتي، الا كانت عندي المعلومه نهضر يعني هذيك سي ما كارير من غير الكره. ولكن كمشجع ديال الرجاء ولينا دابا افيك لو ريكول كتشوف في ريتروفيزور وكتولي كاينين شي حوايج اللي خصك تفهم من دابا. الحاجه الاولانيه اللي قلت لك هو انه كاينه واحد النسبه كبيره ديال الحظ في النتائج الاولين اللي غيديروا في البطوله. دابا نهار غيطلع التيراج وغتعرف معاهم كتلعب الماتش الاول والثاني والثالث. بالنسبه للوداد الا كانوا ماتشات صعاب في الاول راه مشكل، سون اوبليي كاين الماتش ديال كوب دي طرون ضد الجيش غيتلعب يمكن قبل من هادشي كامل. هذاك والله ترى شوي الا الجمهور كيتسنى فيه نتيجه متفق معك، كذب على راسك. متفق. شكرا باش نكونوا صريحين. الا كانت نتيجه ما بغض النظر ما كندويوش على الاسم ديال الوداد قدام الاسم ديال الجيش واللي كلاسيكو ما كندويوش، ولكن كندويو على بالظروف الحاليه. حتى الا كانت فيه نتيجه راه ممكن تحطها مع الكادر ديال المفاجات باش نكونوا واقعيين. وي راه مفاجاه زعما بيننا ستابيليتي في ديال الا كانت مفاجاه الجيش اللي غتخسر ماشي الوداد اللي غتربح بهذا المصطلح. افكتيفمون على بزاف ديال الحوايج. انت درتي جامع عام، رئيس جديد، ولكن شوف المهم شوف نهضروا غير من لا ما يمكن راه بيان سور لا هو ما يمكنش تنسى الفتره السابقه. راه الوداد غتبقى تضرب غتبقى تدفع في الضريبه ديال الفتره ديال هشام يتمنى واحد عامين ولا 3 سنين باش الجمهور يكون عارف هذا الشيء، باش يكون عارف الجمهور ما يبقى يكتب عليكم حتى واحد عامين ولا 3 سنين. عامين ولا 3 سنين راه كنتي رحيم وراه هو بالجمهور المهم عامين 3 سنين الى لا جيستيون اللي دخلت دابا، جيستيون اللي بنادم غيدخل يحرق راسو باش نجيكم من الاخر. وخص بنادم يكون واعي بهذا الشيء، لان ماليا اي رئيس دابا شد الوداد ودابا وكنحييهم لانهم كانوا فهمتي او موان شدوا المسؤوليه. واش غيقدوا عليها ولا ما يقدوش عليها مع الضغط ديال الجماهير ديال الوداد راه صعيبه، راه دابا غتحرق راسك. داكشي علاش كنقول لك بان الماتشات الاولانيين الا كانوا سبورتيفمون كانوا شويه ديال النتائج غيخليوك تخدم في خاطرك، تقدر تاشلوني ملي غيبداو يطيحوا لك شنو هما لي ليتيج بقى تجاريهم بشويه عليك، تروبورتي شويه، تخلص شويه، تقاد واحد شويه، تساين انك تجيري استراتيجي ثاني لا استراتيجي ديال الفلوس اللي غيدخلوا. ما تنساش اللعابه اللي عندك دابا. اش غنقول لك، راه دابا عندك مثلا لعابه اللي انت غتدخل غتلقى لي كونطرا. دابا حنا كاع جمهور ملي كتدخل غيجي الرئيس غيهبط بحال هكا، خصو يشوف لا ليست دي زونغاجمون ديالو في السنوات القادمه. غيجي مثلا نعطيك اكزومبل،
غيدخل غيدير ان بيلون ديال لا ماس سالاريال، كنلقى راسو لا ماس سالاريال غير لي شارج فيكس، تدور على لي شارج فيكس. يعني مثلا الوداد غدا ما تلعب حتى ماتش، عنده دي شارج فيكس، عنده الصالير ديال اللعابه، غيولي يشوف راسو هو شنو قد يدير. يعني غدا ولا بعدو يقدر يبان ليه مثلا دي بريم ما يقدرش يخلصهم، غيبيع لعاب، وإلا ما اللعاب ما بغاش يتباع راه ما عنده ما يدير، خصو يخلص. شحال عنده في لابريم هو ما محكمش فيها الدراري، الرئيس اللي قبل ولا هذا اللي قبل اللي محكمين في لي كونطرا كيفاش تسناو، مسميت الوداد. وي دونك غيشوف لي زونغاجمون ديالو اون تيرم دو سالير، هذا شارج فيكس خصو يخلصها شنو ما دار. دابا راه الفلوس يونس اللي كتخسر دابا حاليا، اللي كتخرج كامله من اللي كتخرج الوداد حاليا اكثر من 70 ولا 80% فيها على هادشي اللي كدوي عليه، اللي خرجات دابا كامله ديال باش نعطيها بمعطيات باش نقربوا المستمعين من الصوره. راه فلوس ارتور، فلوس البارح ديال مهدي بن عبيد حتى هي اللي تخلصات، المستحقات ديال هاد الجوار ها هو ارتور باش نفكروا ارتور وين دير روسكي اللي فيه غير السميه اللي فيه جوج بطولات دي جوج بطولات يلاه شري ارتور. ارتور الفلوس ديالو وبعض المستحقات اللي كتعلق زكريا غيلان وما كنتش حتى هو اللي ما لعبش حتى حاجه مع الوداد. لا ماسيه ديال تماريس هادشي كامل لا شوف هادشي كامل ضريبه ديال داكشي اللي كان الانتدابات ديال هشام يتمنى، واللي كنقول لك يلاه هادشي اللي بان، واموال فريمون كبيره وكثيره. وانا دابا غنحيل لكم على واحد التساؤل. كنت في واحد التجمع يعني الكتروني مع بعض الجماهير الوداد اصدقاء ديالي وكذا وداديين، وسولتهم بصريح العباره، كون جا المكتب الحالي بالرئاسه ديال العسري وقال لكم فوالا انا البروجي ديالي غيمشي بهذه الطريقه، وغنقول لكم واحد الحاجه، انا لوبجيكتيف ديالي هاد لا سيزون ماشي هو نلعب لكم على لي تيتر، ماشي هو نرجع للشامبيونز ليغ، نقدر نديرها مي ما نوعدكم بوالو، انا ما غنلعبش عليها 100%، حيت فوالا عندنا ملفات خصنا نقادوهم، وخصني نوجد فرقه للسنوات القادمه، وها كيفاش غيمشيو ويجيب واحد الناس مختصين ويحطهم في صوره. واش كنتو غاتاكسبتيو؟ نقول لك الجواب، انا بيان سور لا، الجواب حتى شي واحد ما غيصوت عليه. لا راه الضغط اللي كيعيشوه الناس اللي كيسيروا في الوداد والرجاء ولي غران كلوب اون جينيرال راه ماشي عادي، راه ماشي سهل، حيت خاصو النتيجه ا كور تيرم، او ميم طون خصو ستابيليتي فينونسيير، ستابيليتي ديال الاداره، ستابيليتي ديال لي ريزولتا، ستابيليتي الى اخره. دونك بزاف د الحوايج. عاوتاني واحد الحاجه اللي دارها المكتب الحالي اللي كيف ذكر يونس على انه ما عارفيش واش غينجح ولا ما غينجحش، حتى شي واحد ما عارف. دونك ما علينا الا الدعم، دونك ما عارف الا ان كنهضر على الجماهير ديال الوداد، عارف ما عارفش دونك خصك الدعم. بزاف د الحوايج على ان بزاف ديال اللاعبين كيتسالوا الوداد فدخلوهم في دي كونطرا باش انك تسال او ميم طون تلعب، فهذه تحسب الاداره. راه فريمون راه محسن على انك تخلصوا بلا ما يلعب معك، ولا اصلا تجيبو يلعب، خصوصا ان انت ما عندكش في ميليو تيران مثلا رودري، ولا ما عندكش البيك ديال رودري، ولا مشاو براغ يحيى جبران صاحبي تسمى رودري فوالا اللهم 50% ديال يحيى جبران، ولا مثلا بعض الاسماء اللي كتلعب دابا في ميليو تيران. وهذا الشيء غناخذوه بعين الاعتبار. حتى لا فورماسيون نرجعوا للموضوع ديال الفورماسيون. نصبر على لعاب انايا عنده 17 عام وما يعطينيش 15 دوره ويعطيني في الدوره 16 ويدير لي ماتش مزيان ويصفق عليه الجمهور ويولي عنده واحد الحافز معنوي، احسن ما نصبر انا على واحد عنده 32 عام. الوداد جاب ديفونسور وبس 7000 لوغو. الوداد جاب ديفونسور بريم سيناتور ديالهم مقسم على دي سالير كياخذ 20 مليون في الشهر. ديفونسور لعب هاد لا سيزون كامله وخلات الدراري ديال اللي كانوا مع نصر في ليسبوار اللي انا متاكد مهداوي ولا الدري حسين. علاش ما تصبرش عليه بزاف الدراري اللي دخلتي البريم الدراري واش تقول وما كذبوش على الناس. 20 مليون دابا في البطوله دابا في فرقه بحال الرجاء ولا الوداد الا دخلتي فيها البريم راه ماشي بزاف، لا ولات عاديه. لا اسمع خصك تكتب هذا دي سالير، هذا سالير غير ديال فيش بريم ما فيش بريم، هذا صالير. وشوف غنساليو في المغرب انا داعي فاش غنساليو كتعرف اللاعب دير 3 سكوند تعرفوا فاش غنساليو وغندوك الجوار غتعرفوا زعما ماشي غا بوحدو ابارامون بزاف ديال اللعابه الاخرين. حنا ما الا كان الغوندمون ديالو مزيان راه عادي، مي ما تشافش بتاتا في الدراري
ديال ليسبوار. هادو من الاخطاء اللي كانت في المكتب الماضي زعما، ورساله كنقولها ديما على الاقل المكتب الحالي حتى كانت الامور صعيبه ما يرتكبش اخطاء اللي كتبين بعض المرات ان النيه ديالو ما تكونش هي هذيك، يعني ما ياخذوش قرارات رياضيه بوحدهم، ما يديروش ناس في الصوره ويبقاو ياخذوا القرارات الرياضيه ويخليو لنا دوك الناس دارعه بحال اللي طرا مع عادل هرماش. دونك راه هو اللي كيجيب لي جوار في واحد البيريود. دونك هادشي هذا كنتمنى تصبر من الجمهور، بيان سور حيت الرئيس راه ماشي عنده عصا سحريه غادي يجي، ولكن ما حدك انك ترشحتي وشديتي الرئاسه ديال فريق الوداد الرياضي الا وانك شفتي راسك انك قاد على هادشي كامل مهدي. لكن يكون صبرتي شويه حيت الرئيس ضروري هضرتي على عادل هرماش. وواحد الحاجه اللي فريمون هنايا خصني ولا بد نخرجها وحلاليه، هضرنا عليها بزاف في البرامج ديال الوداد، اللي هو المدير الرياضي كنعرفوا على ان مثلا كيمشي بناء على مثلا دابا الرجاء كتلعب تيكي تاكا كعزيز على لا بوسيسيون، غتختار مدرب اللي كيبغي لا بوسيسيون. لا ميم شوز بالنسبه للوداد الرياضي، كنتي انت في واحد المدرب اللي غادي مع نادي الوداد الرياضي، وايضا